خليني اكون صريح معاك شوية. انا عارف انه الكلام ده ممكن يكون قاسي شوية، بس للأسف دي الحقيقة. اغلب النصائح اللي على اليوتيوب مش معمولة ليك، معمولة لناس ظروفهم غير ظروفك. ناس معاهم دعم، ناس معاهم وقت، ناس معاهم فلوس. بس انت ممكن تكون طالب بتدرس، ممكن تكون تشتغل شغلانتين، ممكن تكون قائم على بيت لوحدك. وللأسف اكتر الناس اللي على اليوتيوب مش بتعترف بكده، وبرضه بتسمع اللي بيقولك سيب شغلك، غامر، امشي ورا شغفك، ابدأ مشروعك. بس الحقيقة يا صديقي المشاهد، اللي معاه فلوس ينفع مع المخاطرة، اللي معاه شبكة أمان ينفع يغلط، لكن اللي معهوش أقل غلطة بتكسره. خليني أقولك على حاجة محدش بيحب يقولها. مش كل النصايح مفيدة، في نصايح شكلها حلو قوي بس معمولة لناس غيرك. اخطر حاجة يا صديقي المشاهد ممكن تعملها مش انك تسمع النصيحة، لا عادي اسمع النصيحة، بس اخطر حاجة تعملها انك تطبق النصيحة من غير ما تبص على ظروفك. قبل ما تعمل اي حاجة يا صديقي المشاهد، اسأل نفسك، هل النصيحة دي مناسبة لمرحلة حياتي؟ يعني مثلا في مرحلة لازم تثبت فيها نفسك، في مرحلة لازم تجمع فيها فلوس، في مرحلة ينفع تجرب وتغامر فيها براحتك. مش كل الناس بتبدأ من نفس الخط، ومش كل الناس معاها نفس الأدوات. خلي بالك يا صديقي المشاهد، النجاح مش خطوات ثابتة، النجاح قرار حسب وضعك. في ناس بتبدأ ومعاها رأس مال، وفي ناس بتبدأ من الصفر، وفي ناس مش مسموح لها تغلط أصلا. فلو حد قالك اعمل زيي، اسأله الأول انت بدأت منين. وخليك عارف يا صديقي المشاهد، مش كل طريق نجاح ينفع لكل الناس، ودي الحقيقة اللي محدش بيحب يقولها.